قصة الفيلم ويا امرأة بيدها طفل رضيع وهي جاي تركض بالغابة وسط ذعر وخوف، وكان اكو عدد كبير من جنود الملك الحاكم للمملكة يطاردوها، والمرأة ما كانت عندها اي حل لذلك رمت نفسها بالنهر، وطبعا الجنود توقعوا بانه هي ماتت، لذلك هم رجعوا للقصر وبشروا الملك بوفاتها هي والرضيع، وبالفعل نشوف ان المرأة كانت على وشك الموت والغرق، لذلك قررت انه تضحي بحياتها، وهي قالت للطفل الرضيع انه انا وعدت امك انه احميك، ونعرف انه هذا الطفل الرضيع هو ابن احد الملوك الحاكمين للقصر، لكن ما نعرف شنو السبب اللي خلى الجنود تريد تقتله، وراها نشوف هاي المرأة وهي رفعت الطفل على مود ما يغرق، وهي بقت شايلته لحد ما وصلت القرية اسفل الجبل، وللاسف كانت ميتة، لكن لحسن الحظ انه اكو مرأة من الناس الفقيرة اللي تسكن اسفل الجبل اسمها سانجا، وهي قررت انه تربي هذا الطفل الرضيع لانه هي ما عندها اطفال، وفعلا ربته وسمته باسم شيفا، ومرت السنوات وشيفا كبر وصار عمره 10 سنوات، وشيفا كان كل الوقت يباوع على اعلى الجبل، وهو كانت امنيته انه يتسلق هذا الجبل، لكن سانجا حذرته وقالت له انه اعلى الجبل يوجد قصر الملك، لذلك لا تروح لهناك لان هو ملك شرير، بس شيفا كان جدا عنيد وبدا يتسلق الجبل، ومرت السنوات لحد ما شيفا صار شاب وصار عمره 25 سنة، وهو كان شاب قوي جدا، ومع ذلك هو كان مستمر بتسلق الجبل، لكن هو كان يفشل لانه الجبل ضخم وصعب انه واحد يتسلقه بسهولة، بس مع التسلق المستمر قدر انه يتسلق الجزء الاول من الجبل، بس شيفا قرر انه يعبر للجهة الثانية، وفعلا قفز للجهة الثانية، لكن هو فشل انه يوصل لانه كانت المسافة بعيدة جدا، لذلك هو رجع للبيت وكان كلش منزعج، وانزعج اكثر من شاف امه جاي تغسل بصنم خاص للعبادة، فتعصب وراح شال الصنم اللي مصنوع من الحجارة القوية، وكان هذا الشيء وسط اندهاش كل القرية، وهو اخذه وخلاه تحت الشلال، وقال لهم هسه الصنم راح يبقى نظيف دائما، واهل القرية شكروه لانه هو انقذهم من مهمة غسل الصنم، وبهاي الاثناء وقع من اعلى الجبل قناع شكله غريب، فشيفا اخذ القناع وكان مستغرب انه اكو واحد عايش فوق الجبل لان عمره هو ما وصل للقمة مالته، ووراها شيفا بوقع يرسم شكل القناع، وهو يستخدم الرمل على مود يحدد وجه الشخص اللي كان يلبس القناع، وفعلا قدر يتوصل الى انه اللي كانت تلبس القناع هي بنية جميلة، وشيفا اول ما عرف بهذا الشيء وقع بحب هاي البنية، وبدا يتخيل شكلها بكل مكان يروح له، لذلك قرر انه يتسلق الجبل او يصعد للقمة على مودها، وفعلا بدت محاولاته للتسلق، وهو كان يفشل هواية، بس مع ذلك هو ما استسلم واستمر بالتسلق، وبالفعل واخيرا قدر يتسلق الجبل، وايضا قدر يقفز للجهة الثانية، لكن اكتشف انه الجبل بعد بيتسلق، وانه اكو اماكن جدا ضيقة وخطرة عليه، بس مع هذا هو كان شجاع وقدر انه يتجاوزهم كلهن، وهو وعد نفسه انه يوصل للبنية صاحبة القناع، وبعد عناء كلش طويل اخيرا شيفا وصل لقمة الجبل، وهو كان مبهور بالطبيعة والمناظر الجميلة اللي يفتقدها القرويين اسفل الجبل. بعدها لاحظ اكو بنية جاي تهرب من مطاردة جنود تابعة للقصر، وهي كانت خايفة منهم، فشيفا قرر انه يتدخل ويساعدها، لكن قبل ما يخطئ اي خطوة شاف البنية وهي جاي تقتل بكل الجنود بطريقة محترفة، ونعرف انه هاي البنية اسمها افانتيكا، وانه هي محاربة شجاعة، وانه اصلا هي كانت تدعي الخوف حتى تستدرج جنود الملك وتقتلهم، وايضا نعرف انه افانتيكا تابعة قبيلة تنظم انقلاب ضد الملك واللي اسمه باهال، ونعرف انهم دا يسوون هيجي لانه باهال ملك ظالم، وهو احتجز زوجة اخو الملكة ديفا، وكان يعاملها معاملة سيئة جدا، وايضا رابطها بالسلاسل، وكان يعاملها كالحيوانات، وهنا افانتيكا اقترحت على الزعيم مالتهم انه ياخذون مساعدة واحد اسمه كيب، ونعرف انه كيب من الاشخاص المخلصين للملكة ديفا، لكن هو ما يقدر يساعدها لان هو تحت سيطرة الملك باهال، وطبعا بسبب هذا الشيء هم ما كانوا يقدرون يطلبون المساعدة، ووراها نشوف افانتيكا وهي كلش تعبانة، لذلك قررت انه تنام قرب النهر، وفجأة نشوف شيفا وهو قاتل تحت النهر لانه كان يخاف يتقرب من افانتيكا، وبالصدفة شاف ايديها ممدودة بالنهر، لذلك رسم على ايديها وشم معين، وبعدها بكم ساعة قعدت افانتيكا من النوم، ولحسن الحظ هي ما شافت شيفا، لكن هي استغربت من الرمز اللي موجود على ايدها، وكانت ناوية ان تدور على اللي رسمها، لكن الزعيم استدعاها وهو كلفها بمهمة تحرير ديفا. بعدها ننتقل للمملكة ونشوف الملك باهال، ونعرف انه هو ايضا قوي جدا وبنيته الجسدية ضخمة، لذلك نشوفه وهو دا يصارع ثور ضخم جدا، ونشوفه هو قدر يتغلب عليه بكل سهولة، وهذا الشيء كان وسط ذهول الشعب كله، لكن الثور راد يأذيه ويقتله، فكيب يتدخل وينقذ الملك، وباهال قال للكيب انه انا اعرف انه انت تريد تتخلص من عنده وتقتلني، بس انت خايف، فكيب قال له انه انا ما اريد شيء غير انه اريد الملكة ديفا تطلع من التعذيب، فالملك يعصب من يسمع بهذا الشيء، ووراها باهال راح على ديفا وعذبها اكثر، وقال لها اللي من انتظرته ينقذك مات من 25 سنة، ويعني انه انسي احد يجي ويساعدك، ويقول لها حتى لو هذا الشخص طلع عايش انا راح اقتله بنفسي، وطبعا ما نعرف على منو دا يحكي، ووراها نشوف افانتيكا وهي نصبة كمين على مود تلزم شيفا، لكن هي فشلت الاكثر من مرة، بس بالمرة
بالمرة الأخيرة قدرت تلزمه أو بدت تحاربه، وهي كانت على وشك إنه تقتله، وشيفا بقى يبرر لها إنه هو يحبها. فأفانتيكا قالت له إنه أنا ما أنفع للحب وإنه أنا محاربة. فشيفا قال لها أنا أعرف بهذا الشيء وإنه أنا أحبك مثل ما أنت وعلى طبيعتك. وأفانتيكا بدت تتغير نظرتها عن الحب، وبدت أيضا هي تنعجب بشيفا، وفعلا الاثنين حبوا بعض وهم عاشوا قصة حب جميلة. لكن اللي خرب عليهم هو جنود الملك، وهم يلقون القبض عليها، والجنود كانوا ناويين يقتلوها لأن يعرفون إنه هي تابعة للقبيلة المعادية للملك. بس شيفا تدخل وضرب الجنود ضرب طاحن ونقذها، ووراها بدأوا عدد كبير من الجنود يلاحقوهم ويطاردوهم. فشيفا أخذ أفانتيكا وختلوا بكهف بأعلى الجبل، ووراها رمى صخرة جدا ضخمة على الجنود خلت الأرض تنهار من جواهم، وقتلت أكبر عدد من عندهم. وأفانتيكا قالت له إنه أنا لازم أخلص المهمة مالتي بأسرع وقت ممكن. وبعدها هي حكت له على كل الظلم اللي دا يصير بهاي المملكة، وأيضا حكت له عن ظلم الملك باهال للملكة ديفا. فشيفا قال لها إنه أنا راح أخلص المهمة بمكانك. وعلى الرغم من رفض أفانتيكا إلا أنه هو أصر على الموضوع، وفعلا نشوفه هو راكب حصان ومتوجه للمملكة. ومن قرب من البوابة مالت المملكة قفز من ظهر الحصان ودخل المملكة عن طريق النهر، ونعرف إنه هذا النهر كان يمر من خلالها. وفعلا نجحت الخطة مالته ودخل بداخل المملكة. ونلاحظ إنه أول ما دخل للمملكة إنه الملكة ديفا حست بوجوده وقالت إنه الملك باهابولي رجع. ونعرف إنه شيفا يصير ابن ديفا وابن الملك باهابولي اللي يكون أخو الملك باهال. وهنا شيفا شاف إنه أكو احتفال جدا ضخم قائم بالمملكة، وهو خلى خطة حتى يهرب الملكة ديفا من سجنها. وهسه نشوف عدد كبير من الناس الفقراء اللي يشتغلون عند الملك باهال، وهم كانوا يريدون يرفعون تمثال خاص بالملك، لكن بسبب غلطة منهم التمثال كان على وشك إنه يقتلهم كلهم. بس شيفا يتدخل بآخر لحظة وينقذهم. والناس أول ما شافته بدت تهتف باسم باهابولي، وشيفا كان واقف ومصدوم وما يعرف هو من الباهابولي اللي الناس تنادي عليه. وهذا النداء أول ما وصل الملك باهال سمع وتعصب، وقال إنه حتى بعد وفاته الناس تهتف باسمه. ونعرف إنه باهال يكره أخوه باهابولي ويغار من عنده هواية. وبالليل شيفا راح لديفا على مود يحررها، وطبعا هو ما يعرف إنه هي تكون أمه. ولسوء الحظ عدد من الجنود شافته وكانوا على وشك إنه يقتلوه، لكن شيفا كان جدا قوي وقدر إنه يغلبهم كلهم ويقتلهم. وهو نجح إنه ياخذ ديفا ويهرب بها من القصر، لكن بوسط الطريق جنود الملك هاجموه وضربوه بغصن شجرة ضخمة، وهذا الشيء اللي تسبب إلى فقدان الوعي. ولما استعاد وعيه شافهم وهم رابطين بسلاسل عملاقة. وأيضا شاف الأمير ابن باهال وهو بده يعذب الملكة ديفا، وعلى الرغم إنه شيفا ما يعرف إنه ديفا هي تكون أمه إلا إنه هو ما تحمل يشوفها تتعذب. فهو قام من مكانه وكسر السلاسل اللي مربوط بيهن، وهو قتل عدد كبير من الجنود المحيطة به. ووراها اتوجه للأمير اللي كان يعذب بديفا وضربه. وعلى الرغم إنه الأمير حاول يقتله بالسيف، لكن شيفا قدر إنه يكسر السيف ويضربه. وأيضا شيفا استمر إنه يضرب بالأمير لحد ما وصل كيب، أو كانت وياه مجموعة من الجنود. والأمير راح على كيب وقال له أنا خايف. فكيب قال له لا تقلق أنا راح آخذ حقك. وفعلا بيناتهم دارت معركة قوية بين شيفا وكيب، وهم كانوا اثنيناتهم أقوياء، لكن شيفا كان كل همه إنه يقتل الأمير اللي عذب ديفا. ولحسن الحظ كيب استدعى الحصان مالته حتى ياخذ السيف، لكن شيفا سبقه وأخذ السيف بداله وراح للأمير وقتله. وبنفس اللحظة بدت الدنيا تمطر، والمطر غسل وجه شيفا من الطين والأوساخ، وهذا الشيء اللي خلى ملامحه تبين. واللي أول ما شافه كيب انصدم وقال باهوبالي، وهو بسرعة ركع له. وطبعا كل اللي بالمملكة والجنود وأفانتيكا وقبيلتها ركعت الشيفا. وشيفا كان متفاجئ ومستغرب من تصرفهم، لأن هو قاتل ابن الملك مالتهم، فالمفروض هم يعذبوه مو يركعوا له. فكيب قال له وأخيرا رجعت، لأن احنا صار لنا 25 سنة ننتظرك تجي وتخلصنا من الظلم اللي الملك باهال دا يعذبنا بيه. ووراها كيب راح لسانجا اللي ربت شيفا وشكرها انه هي ربته واعتنت بيه، وقال لها انه انت ربيتي امير المملكة. فسانجا وكل القرويين كانوا متفاجئين، لكن بنفس الوقت كانوا فرحانين لانه راح يتخلصون من حكم باهال. وبهاي الاثناء شيفا طلب من كيب انه يقول له كل اللي دا يصير وانه منو يكون باهوبالي. فكيب قال له انه باهوبالي يكون ابوك وديفا هي امك. وهنا شيفا انصدم من هذا الشيء، وهو كان ما مستوعب اللي دا يصير. فكيب قال له انه انا راح احكي لك كل القصة من البداية، وقال له انه القصة بدت من 50 سنة لما جدك الاكبر بنى مملكة باهشماني واللي هي المملكة الحالية. والجد من بدا يشعر انه هو راح يفارق الحياة كتب وصية، والوصية هي انه بيجاله واللي هو الابن الاكبر للجد وبنفس الوقت هو جد شيفا. والجد الاول يقول انه بيجاله ما يلزم الحكم من بعده لانه هو ملك ظالم وايضا يشرب الخمر. وكتب انه اللي راح يلزم الحكم هو حفيده، لانه زوجة بيجاله كانت حامل بهاي الفترة. وفعلا مات الجد الاكبر ومرت الاشهر والكل كان منتظر ولادة ولي العهد والملك المستقبلي اللي هو ابن بيجاله، لكن الكل انصدم لان زوجة بيجاله ولدت توأم اولاد واللي هم باهال وباهوبولي. وطبعا بما انه هم اثنين كان لازم واحد من عندهم
يكون الملك. فبيجاله والشعب قرر انه يترك الاولاد يكبرون، واللي راح يكون قوي وشجاع وحكيم هو اللي راح يتوج كملك المملكة باهشماني. وفعلا مرت السنوات والاخوان كبروا، وكانت الام بتربيهم بالعدل والمساواة، وايضا كانت متفرق بيناتهم ابدا، واستمروا على هاي التربية لحد ما كبروا وصاروا شباب مراهقين، واثنيناتهم كانوا يتدربون تدريبات قوية وقاسية على مود يعرفون منو اللي قوي وشجاع. وطبعا قبل ما بيجاله يختار منو اللي راح يكون الملك، عرفوا انه اكو احد من الحراس سرق اسرار عسكرية وهرب من المملكة. فبيجاله والام قرروا انه يرسلون الامراء واللي هم باهال وباهوبولي على مود يلزمون هذا الحارس، واللي راح يلزمه راح يكون هو الشجاع. وفعلا الامراء الاثنين توجهوا واستمروا بملاحقة الحارس لحد ما الحارس قرر انه ينتحر من اعلى الجبل على مود الامراء ما يلزموه، لكن باهوبال الشجاع لف الحبل حوله وقفز وراء وهو منع من الانتحار، واللي كان لازم الحبل هو الامير باهال. ونعرف انه الامير باهال من الصغر يكره الامير باهوبالي، لان هو يعرف انه باهوبالي اشجع من عنده وممكن هو ياخذ العرش منه، لذلك قرر انه يترك الحبل ويموت باهوبالي حتى باهال هو الوحيد اللي يكون العرش إله. وفعلا هو سوى هيجي وهو رمى الحبل، لكن لحسن الحظ الحبل تعلق بصخرة، وهنا باهال تعصب وطلع سيفه وكان على وشك انه يقطع الحبل، لكن كيبو الجنود وصلوا، لذلك باهال غير الخطة وسوى نفسه دا ينقذ باهوبالي. وهنا بيجاله والام عرفوا التضحية اللي سواها باهوبالي بعد ما رمى نفسه خلف الحارس، وهم شكروه والشعب كان يهتف باسم باهوبالي. وطبعا هذا الشيء زاد من كره وحقد باهال اتجاه اخوه، وبهاي الاثناء المملكة تتعرض لهجوم من مملكة ثانية، والمملكة الثانية كانت قوية وعددهم بالملايين، بينما عدد باهشماني هو 25,000 جندي فقط، لذلك المملكة كانت جدا خايفة. لكن باهوبالي شجعهم وقال لهم ان القوة تفوق العدد، وفعلا بدا يخلي خطط قوية ويأمن مخارج ومداخل المملكة. وطبعا كل هاي الافعال كانت تخلي باهوبالي المرشح الاول للحكم اكثر من باهال. وفعلا بدت المعركة، وباهوبالي كان مقسم الجنود الى 3 خطوط دفاع حول المملكة على مود جيش العدو ما يقدر يدخل لهم، وعلى الرغم انه جيش العدو كان اكبر الا انهم ما كانت عندهم خطة، وهذا الشيء اللي خلى خطة باهوبالي تنجح، ونوعا ما قدر يقتل عدد كبير منهم. وايضا باهوبالي على الرغم من المخاطرة وانه هو امير الا انه هو نزل ويا جنود وحارب، وهذا الشيء اللي خلى باهال يشعر بالغيرة وينزل هو ايضا ويقاتل، واستمر القتال بيناتهم لحد ما باهوبالي وباهال قدروا يقربون من خط الدفاع للخصم. لكن للاسف جيش العدو استخدم حركة خبيثة، وهو انه استخدم عدد من قرويين مملكة باهشماني وخلوهم بالدفاع الاول على مود يجبرون باهوبالي وباهال انه يتراجعون او يقتلوهم، وهذا الشيء اكيد راح يتسبب بغضب الشعب. وهنا باهال تقدم بسرعة وهو قتل عدد من القرويين وما كانت عنده اي مشكلة، وطبعا هو سوى هذا الشيء بسرعة حتى يغلب باهوبالي، لكن باهوبالي استنكر هذا الشيء وما وافق انه يقتل القرويين لان هم تابعين لمملكته، لذلك هو استخدم حبال طويلة لفها حول رجلين القرويين وهو سحبهم للارض، وبعدها قتل حراس الدفاع الاولى. وبهاي الخطة هو انقذ القرويين من القتل، وايضا قدر يحطم خط دفاع العدو، وبسبب هذا التصرف عجب الشعب وبده يهتف باسم باهوبالي. فباهال كلش عصب لانه اي شيء يسويه باهوبالي يكون احسن من عنده، فقرر انه يروح ويقتل ملك جيش العدو، واكيد بسبب هذا الشيء راح يكون هو الملك. وفعلا هو راح للملك وقتله، وانتهت المعركة وفوز مملكة باهشماني. وهنا اجى الوقت اللي بيجاله والام يحددون من اللي راح يستلم الحكم، وطبعا بيجاله اختار باهال لان هو اللي قتل ملك العدو، لكن نشوف انه كل الشعب والجنود اعترضوا على هذا الشيء وقالوا انه باهوبالي كان هو الاشجع والاكثر حكمة، لدرجة انه هو ما قتل القرويين مثل ما سوى باهال. والشعب بدا يهتف باسم باهوبالي وهم كانوا يريدوه هو يتولى الحكم. وطبعا بما انه الشعب اختار باهوبالي هو الملك، بالفعل يتوج باهوبالي هو الملك. وهنا باهوبالي يتزوج ديفا ويخلف من عندها شيفا، وكل هاي الاشياء وباهال كان يكون الحقد والكره لاخوه. وللاسف بنفس السنة اللي انولد بيها شيفا بيجاله والملكة الام ماتوا، فباهال تمرد وقتل اخوه باهوبالي، وهو كان على وشك انه يقتل شيفا، لكن ديفا هربت ويا احد الخادمات للغابة. وطبعا هذا هو اللي شفناه بالمشهد الاول من بداية الفيلم. وهنا جنود الملك توهموا انه شيفا والخادمة غرقوا بالنهر، فهم رجعوا لباهال وقالوا له على موتهم، لذلك باهال لما سمع الخبر فرح كلش هواية، وهو امر بسجن ديفا، وهو استمر انه يعذب بيها لان هي هربت شيفا. وهسه نرجع شيفا بعد ما سمع كل اللي صار، وانه ابوه ما ظلم على ايد عمه باهال، وايضا لانه امه تعذبت كل هاي السنوات الطويلة، فقرر انه يقتل عمه باهال ويخلص الكل من شره. وبدت روح الحقد والانتقام تكون بداخله، لذلك هو عد جيش كبير حتى يواجه بها عمه باهال. ولهنا تكون نهاية الجزء الاول، وانتظرونا بالجزء الجديد.